مساء الفل عليكم. والله وحشتونا. كل سنه وانتم طيبين. بدايه الدوري الانجليزي. عايز يا جماعه نخش كده سخنين قبل ما النور ما يقطع، عشان في ايام استثنائيه. حلو. قمه ليفربول وتشيلسي اللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. كلنا النهارده زعلانين، وحالنا او شكلنا كان شكل صلاح وهو خارج من الملعب. كلنا متضايقين وكلنا مستائين جدا من الحال اللي وصل بيه ليفربول. ملاك ليفربول لازم يعدوا شويه، عشان منظر كده مش حلو. ليفربول لو فضل بالمستوى ده هياخد سادس او سابع، وافتكروا كلامي. لازم ملاك ليفربول يبصوا للسعوديه، يبصوا للسعوديه، تخيل، ويصرفوا شويه ويلحقوا نفسهم قبل نهايه شهر 8. غير كده مش هينافسوا على اي حاجه، ويا رب ياخدوا السادس كمان بالمستوى ده. تخيل يا جماعه ارنولد بياخد انذار عشان عايز يخرج تعادل مع تشيلسي. متخيل؟ يا جماعه نبدا كده سخنين، ونبدا كده نشوف معانا ايه النهارده في ماتش ليفربول وتشيلسي، عشان ما اطولش عليكم. بالمره الثانيه كل سنه وانتم طيبين. تعالوا نشوف يا جماعه، نقسم النهارده حلقتنا، نشوف معانا ايه النهارده. دلوقتي يا جماعه احنا بنتكلم ليفربول، فريق تحس انه هش، لا عامل فتره اعداد ولا واقف كويس في الملعب ولا اي حاجه. لعيبه ليفربول نفسهم مش عارفين يعملوا ايه بالكوره، وده اللي هنشوفه دلوقتي على ارض الملعب. يلا بينا دلوقتي يا جماعه. بص هعمل تحولات دلوقتي. نكمل يا جماعه. بص يا جماعه، هنا 3-3، صلاح بعيد، 3-3 كورتي مع جوتا. بص يا جماعه نكمل. بص هنا بالظبط 3-3. خلاص بقى، خلاص فرصه هجمه واحده يعني. نكمل. مفيش كنترول على الكوره، مفيش كنترول على الكوره، الكوره راحت. طب نتيجه ده تشيلسي استغل الموقف ده، عمل ايه؟ اللي بقى على الملعب تاني. بص يا جماعه، رحيم ستيرلينج هيعمل ايه؟ واقف على كورته وبص ولف ويلف تاني، كل ده لوحده. نكمل يا جماعه. كل ده لوحده، ماشي ستيرلينج. بص هنا يا جماعه بقى الموقف الهزيل ده. دلوقتي يا جماعه موقف الدفاع ده الكوميدي. روبرتسون، فان دايك، كوناتيه، ارنولد. الاربعه مش عارفين ينادوا على بعض، ومش واقفين على خط واحد. كل واحد مع نفسه، تحس انه بيلعبوا خماسي، كل واحد مع نفسه. ده يا جماعه كان بالمناسبه الهدف اللي جابوه تشيلسي واللي طلع اوف سايد بسنتي. كمل يا جماعه. الهدف طلع اوف سايد. لعيبه ليفربول مش عارفين يعملوا ايه بالكوره، وهم اللي بيدوا الكوره لتشيلسي. وده كان يبقى جون حلو جدا، بس اللي هو في الاخر طلع اوف سايد. لعيبه ليفربول مش عارفه تعمل ايه بالكوره. فاكر يا جماعه منظومه ليفربول فيها مشاكل جامده جدا. يعني لازم يتحرك شويه ارنولد وروبرتسون. هات حد غيرهم بقى، هات حد غيرهم. كمان ثنائيه فان دايك وكوناتيه اثبتت فشلها الموسم اللي فاتت واللي قبله واللي بقى واللي قبله. خلاص اثبتت فشلها. يعني فان دايك لا فاهم كوناتيه ولا كوناتيه فاهمه، وهم وبرده بادئ بيهم السنه دي. مش عارف يا جماعه بجد في ايه يعني. ملاك ليفربول لازم يصرفوا يا جماعه. ده منظر ارنولد اللي كان بيغطي على ناحيه اليمين وبيعمل التغطيه العكسيه. يا جماعه شوف النهارده كده حته كده لارنولد النهارده، وهو في الموقف الدفاعي عمل ايه، والموقف الهجومي عمل ايه. تعالى يا جماعه شوف موقف الدفاع ارنولد كان شكله عامل ازاي النهارده. تحس واحد لا نايم ولا واكل ولا عامل اعداد ولا اي حاجه. ده احمد الشيبي لعيب بيراميدز كان احسن منه طبعا يعتبر. تعالوا يا جماعه النهارده كان ارنولد كان شكله عامل ازاي في الملعب. يلا بينا دلوقتي يا كباتن. ده الموقف بتاع ارنولد. بص بيتصرف ازاي دلوقتي يا جماعه. نكمل. اسمع ارنولد كده خلاص اتلعب عليه وقف. كمل يا جماعه كده. كوناتيه مش عارف هو واقف ازاي، بظهره ولا بوشه، وهيتاخد. نكمل. اتلعبت من وراه. بص يا جماعه ارنولد خلاص بره اللعبه خالص. كمل يا جماعه. اتقطعت. ارنولد خلاص عايزين يطلعوا عليه. خلاص هو خلاص موقف الدفاع بتاعه خلاص ما قدرش يعمل حاجه، عايزين يطلعوا عليه. كمل يا جماعه. الكوره تروح لارنولد. خلاص بقى ابدا ارنولد بقى هجمه بقى. وقف على كورتك حد. ارنولد عمل ايه؟ وقع من غير ما حد يكلمه. ده يا جماعه كان منظر ارنولد، واحد مش شايف قدامه. ده لا واحد عامل فتره اعداد كويسه، ولا متمرن كويس، ولا واكل كويس، ولا عنده استعداد ذهني للمباراه. دي يا جماعه كانت حاله بس كده دفاعيه لارنولد اللي كان سيء جدا النهارده. انت بتعرف لما كان في الحاله الهجوميه لو عايز يعمل كروس، تعال نبص على الملعب كان شكله عامل ازاي. ده يا جماعه في الحاله دي كان ليفربول عامل دفاع متقدم. الكره مع كوناتيه هيلعبها ارنولد. بس يا جماعه ارنولد عايز يعمل كروس
عايز يعمل كروس دلوقتي ارنولد لمين؟ لويس دياز. الكلام ده كان بيعمله السنه اللي فاتت واللي قبليه كويس جدا، بس خلاص لعيب بقى خلاص، هتجيب منه ايه تاني يعني. بس يا جماعه الكوره راحت فين؟ دياز بيجري وراها في الاوت. لازم ليفربول يلحق نفسه. النهارده كان ماتش يا جماعه، احنا كنا بنتمنى بدايه احسن من كده نبدا بيها السيزون للبريمير ليج، لكن الموقف كده يا جماعه كان صعب جدا. تعالوا يا جماعه نشوف معانا ايه تاني النهارده بسرعه كده عشان ما اطولش عليكم. هدف ديساسيه. ركز معايا كويس بقى كده، امسك كوبايه الشاي اللي في ايدك وركز معايا. لو معاك فنجان قهوه ماشي، لكن شاي ماشي برضه. هدف ديساسيه يا جماعه، ده قبل ما الهدف ما يجي كان في منه بروفا، للاسف برضه يورجن كلوب برضه ما كانش واخد باله منها. الهدف ده اتكرر كابي بيست قبل الهدف ما يجي. في اول واحده عدت، تاني واحده اتلبت جول. يا جماعه نشوف كده بروفة هدف سيساسيه قبل ما نشوف الجول بتاعه. يلا بينا. هتسمع دلوقتي كورنر هيتلعب، بس يا جماعه كده سيساسيه بيتكلم كاسونجو، ايه اللي خليك انت على ارنولد. نكمل بس يا جماعه كده كمل. هو دلوقتي عمل ايه؟ كاسونجو راح مع ارنولد عشان ايه؟ عشان يحصل ايه؟ سيساسيه يدخل في العمق ما بين المفروض كوناتيه وفان دايك. مفيش تفاهم ما بين فان دايك وما بين كوناتيه، هيدخل في العمق سيساسيه. دي يا جماعه كانت اللعبه او التركه اللي لعب عليها النهارده مدرب تشيلسي. يلا نكمل. دي يا جماعه كانت البروفا بالمناسبه. بص يا جماعه كده هيعمل الكروس، بص يا جماعه اللي هيعمل الكروس راح فين؟ ديسايه. نكمل. دخل في العمق اتقطعت. بص يا جماعه كده عايزين نركز في الكوره دي عشان ما كده ارجعوها كده ثانيه. ده يا جماعه السكند بول على طول بياخدها تشيلسي. الكره دي السكند بول هياخدوها بس هتقطع. افتكروا يا جماعه الكره دي او الجمله دي عشان هتبقى بالظبط هتتكرر في هدف التعادل بتاع تشيلسي. لعب على الملعب تاني. الكره الثانيه هتتاخد برضو، الكره الثانيه برضو هتوصل صالح تشيلسي. تلعب الكره اتقطعت. ده يا جماعه كان بروفة هدف ديساسيه او ديسايه. تعال بقى نشوف الهدف بقى جه ازاي، اللي نسخه من دي بالظبط. يلا بينا على الهدف. زي ما قلنا يا جماعه من شويه اللي شفنا البروفا ده بقى الجول. برضه يا جماعه نفس الكلام برضه، ديسايه واقف مع كاسونجو. خليك برضه مع ارنولد عشان هو يدخل في العمق ما بين كوناتيه وفان دايك. الكره هتلعب تحت، رحيم ستيرلينج. نكمل يا جماعه كده. بس مع الكروس هتلعب دلوقتي وراح فين ديسايه ما بين اهو فان دايك وبين ارنولد. نكمل. الكره اتقطعت زي ما قلنا نشوف مع الكره الثانيه. ارجعوا لي تاني. الكره الثانيه في البروفا الثانيه في البروفا اتقطعت، بس مع الكره الثانيه بقى في الجول هيحصل فيها ايه؟ العب على الملعب تاني. يا جماعه الكره الثانيه كوبي بيست من البروفا بالظبط. الكره اتلعبت المره اللي فاتت عدت، المره دي في الجول. في ناس بتشتغل، ناس بتفكر، في جمل بتترتب. تشيلسي النهارده يا جماعه يعني عصام الشوالي كان بيقول نتيجه عادله، لا النتيجه غير عادله بالمره. تشيلسي لازم كان يكسب النهارده. ليفربول النهارده يا جماعه وحش جدا جدا ما عدا صلاح. يعني صلاح مش صلاح يعني، لا صلاح النهارده كان بيشتغل لوحده، كان بيحارب لوحده. النهارده يورجن كلوب كان خارج الفورمه خالص. في مشكله في ليفربول لما انا عايز اتعادل مع تشيلسي في اول السيزون، وانت المفروض انت عايز تكسب، تخرج صلاح وبعد كده تخرج دياز، كان غير مفهوم بالمره. طب انت يا عاش يا يورجن كلوب دلوقتي يعني لو انت خلاص جبت اخرك مع ليفربول، خلاص يا جماعه المنظومه دي خلاص تتفشكل. يورجن كلوب بيمشي ويشوف لعبه تانية. يا اما يا جماعه يورجن كلوب مدرب ممتاز طبعا يخليه ماشي، بس ملاك ليفربول ما تصرفوا شويه. وايه المشكله؟ صلاح ممكن من بكره يروح الدوري السعودي ويريح دماغه. 6 مليار يا عمنا في سنتين وخلصت وعشت قوي يعني. في ثانيه ممكن يبيعكوا يعني. لكن اعتمادكم كله على صلاح. هو صلاح بيطير، بس صلاح بيعمل كل حاجه. طب انت عايز ايه من صلاح يا يورجن كلوب؟ طب عايزين ايه من صلاح؟ عايزينه يضغط لوحده؟ طب تعال نشوف صلاح لما يضغط لوحده. يلا بينا كده. صلاح بيحارب لوحده، ضغط وخدها. نكمل يا جماعه كده. هتروح لجوتا. جوتا يعمل ايه؟ لو اداها في رجل دياز الكره جول. جوتا عمل ايه؟
لعيب طماع ولعيب اناني، ولو ادى الكوره حتى لحد بيبقى عينه فيها. عمل ايه جوتا؟ بصوا يا جماعه، اداها لدياز فين؟ اداله في جوه، اداله بره، خلاص راحت. صلاح هيعمل لك ايه تاني يعني؟ يعني النهارده عمل لك كوره في العارضه، بيضغط لوحده، عايز يعمل لك ايه تاني يا كلوب؟ يعمل لك اسيست؟ حاضر، اسيست صلاح، يلا بينا. دلوقتي يا جماعه 5 نقلات، الكوره راحت لصلاح، عمل اسيست لدياز. جت ازاي؟ الكوره مع ارنولد، واحد، عد يا جماعه، 2 3 4 على كورته، صلاح. صلاح 1 على 1، بيلعب اي حد 1 على 1. كان يا جماعه كده دياز هناك فاضي خالص، اسيست عالمي. اقل ما يقال على الاسيست ده انه يا جماعه عالمي، كوره جول. ملخص يا جماعه الماتش النهارده، صلاح يا جماعه مش هيطلع نار من بقه، مش هيمشي على الحيط. صلاح بيعمل كل حاجه لوحده. منظومه ليفربول لازم تتعاد من الاول وجديد. نفس التشكيل ده هو من 3 4 سنين. اللعيبه نفسها خلاص يا جماعه، الناس كلها عرفتها خلاص. اي فريق بيلعب عليه خلاص. يعني الثنائيه فاشله، فان دايك وكوناتيه. روبرتسون النهارده لعب اسوأ ماتش ليه في حياته هو وارنولد. خلاص يا جماعه، المنظومه الدفاعيه بتاعت ليفربول خلاص اتحفظت. عندك لويس دياز وصلاح ما بيدافعوش، ما انت اوريدي هتتهاجم وهتتهان. عندك خط الوسط بتاعك بجد دون مستوى. جوتا هو فيرمينيو، هو ولا هتاخد منه ابيض ولا اسود. لازم يا جماعه ملاك ليفربول يصرفوا. يا اما يا جماعه نصيحتنا احنا لصلاح، لو ليفربول ما صرفش اصرف انت نظر واطلع على السعوديه يا ابني، خد لك 6 مليار وتعشت. شكرا يا جماعه، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.